السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، معلش اتأخرت عليكم. بصوا بقى، لو محتارة تعملي غدا ايه، تعالى اقولك اعملي غدا سريع وموفر وهيبقى جميل وزي السكر. طبعا معانا بتنجان رومي قطعناه زي ما انتم شايفين كده مكعبات، وقطعنا قرن فلفل سبايسي لو حابة، مش حابة خلاص، لو حابة السبايسي اكتر زودي الفلفل. طبعا زي ما انتم شايفين كده، وحطينا بقى في الصينية بتاعتنا شوية زيت، وحطينا البتنجان والفلفل. طبعا ما رضيناش نقلي البتنجان عشان خاطر ما يشربش زيت. فدي عملناها بقى تحسوا ايه كده ان انتوا بتاكلوا مسقعه كده. بصوا مش قادره اوصف لكم جمالها وطعمها كان عامل ازاي، ومش شاربه زيت وكانت روعه. طبعا لو اول مره تشوفيني، انا اسمي مروه خلاف ودي قناتي. لايك وشير لو الفيديو عجبك. طبعا هنا بصوا بنحمر البتنجان زي ما انتم ما شايفين، تبقى ايدينا فيه. طبعا انا مش بكتر الزيت، انا حاطه زيت بسيط جدا. هنا بقى هننزل بتوم، وبعد ما هننزل بالثوم هنحمره مع البتنجان شويه. تمام. لو حابه تقطعي الطماطم قطعيها، حابه تضربيها في الكبه اضربيها، بس انا بصراحه انا ضربتها في الكبه، يعني ضربه خفيفه كده مش ناعمه قوي. طبعا بقى مش قادره اوصف لكم، كانت المسقعه دي خطيره خطيره خطيره، وكانت سهله جدا جدا. ما تنسونيش بقى في لايك حلو كده قمر زيكم. بصوا طبعا لازم تبقى ايدينا فيها عشان خاطر التوم ما يتحرقش مننا. ونزلت هنا بشويه خل صغيره، وبعدين نزلنا بالطماطم بتاعتنا. بصوا انا مش منعمها قوي، يعني انا مش فرمها قوي زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا بقى هنحيقها، هنحط كمون وهنحط ملح، مش هنحط ازيد من كده. طبعا اكله سهله وسريعه وموفره جدا جدا. وقطعت بقى قرن فلفل سبايسي كده ورميته فيها. بصوا انا حطيت هنا كمون وحطيت ملح. اللي بيعملها بالطريقه دي يقول لي، يكتب لي في التعليقات ان هو بيعمل المسقعه بالطريقه ديت، وقولوا لي رايكم فيها ايه. طبعا بقى جنبها هنبقى عايزين بقى نحمر بطاطس او نعمل بطاطس مهروسه، بس انا هعمل بطاطس مهروسه بصراحه، مش هحمر بطاطس. حابه تحمري بطاطس حمري، مش حابه خلاص. بصوا انا كنت بقى بدوقها، طبعا بسم الله ما شاء الله كانت ايه جامده جدا ومحتاجه شويه ملح. فطبعا رحت انا حطيت لها شويه ملح تاني كده، خلاص حقيقها بقى حلوه قوي. وبصوا بدات ان هي تتسبك معانا. وهنبدا بقى ان احنا نسلق البطاطس. هنقطع البطاطس وهنغسلها كويس، وهنحط فيها شويه ميه وشويه ملح وهنولع عليها طبعا لحد ما تستوي معانا. وبعد كده هنبدا نعمل ايه بقى، هنهرسها. وهنجيب طبق بتاعنا الالومنيوم فيه شويه زيت، حابه تعملي بسمنه اعملي، فيه شويه زيت وحته توم. هنحمر بقى التومه دي. بعد ما هنحمرها طبعا هنروح نازلين على البطاطس بالثوم المتحمر ده. لو عندك بقى ايه عودين بقدونس كده حلوين كده حطيهم عليها، بس انا بصراحه ما كانش عندي بقدونس فانا ما حطيتش بقدونس، استكفيت بالثوم بس. طبعا زي ما انتم شايفين كده. بصوا ايدي في الثوم عشان خاطر برضو ايه ما يتحرقش مني. طبعا كان بدأ الثوم ياخد لون. بعد ما الثوم خد لون هننزل بقى ايه بيه على البطاطس المهروسه. طبعا اهرسي بقى البطاطس قوي، وبعد ما تهرسيها انزلي بقى ايه عليها بالثوم طبعا بقى والتوابل بتاعتك. طبعا انا كنت حاطه ملح فمش محتاجه ان انا احط ملح. ودي كانت وصفه اليوم، ويا رب وصفه اليوم تعجبكم. بصوا زي ما انتم شايفين. طبعا بصوا الطبقين يفتحوا النفس، عايزين 20 رغيف. والف هنا وشفا عليكم. طبعا اللي بتعمل البطاطس بالطريقه دي بالثوم تقولي في التعليقات، واللي بتعمل مسقعه بالطريقه دي تكتب لي برضك في التعليقات. ولايك وشير لو الفيديو عجبكم. وما تنسوش ما تنسونيش بقى دعوه حلوه كده ايه من قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.